يا أحبابي، يا أصحابي الغالين، إزيكم؟ أنا جدكم حكيم، وجيت النهاردة أحكي لكم حكاية جديدة مهمة جدا. اسمعوني بعقولكم وقلوبكم. في يوم من الأيام كان في ولد اسمه سيف، وبنت اسمها ليلى. سيف كان طول اليوم يمسك التابلت، يقلب ويتفرج على فيديوهات غريبة فيها شخصيات عيونها كبيرة وأشكالها عجيبة، زي اللي اسمهم توم السحور وتراليلو ترالا وبلارينا كابوتشينو. وفي مرة ليلى قالت له وهي مستغربة: يا سيف، أنت بتتفرج على الحاجات دي ليه؟ قال لها: مش عارف، بتضحكني شوية وخلاص. ضحكت ليلى وقالت: يا سيف يا حبيبي، فاكر لما ماما قالت لنا ناكل أكل صحي عشان جسمنا يبقى قوي؟ قال: فاكر طبعا. قالت له: يبقى لازم كمان نختار الفيديوهات اللي بنتفرج عليها. اللي بنتفرج عليه بيغذي عقلنا، ولو شفنا حاجات غريبة ومش مفيدة عقلنا هيفضل فاضي ومش هنتعلم أي حاجة. سيف سكت شوية وفكر كويس، وبعدين قال: يعني مش لازم أتفرج على الحاجات اللي ملهاش معنى؟ قالت ليلى بابتسامة: أيوة، لازم تختار الفيديوهات اللي بتفرحك وتعلمك. تتفرج على قصص جميلة وتسمع حكايات مفيدة وتتعلم حاجات جديدة تفرح عقلك وقلبك. ومن يومها سيف بقى كل ما يشوف فيديو لشخصيات عجيبة بتتكلم كلام غريب يقول: لا، أنا عقلي أغلى من كده وهختار للي يفيدني. فاكرين يا حبايبي، اختاروا اللي يغذي عقلكم زي ما بتختاروا الأكل اللي بيغذي جسمكم، وخليكم دايما أذكياء وواعين. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم. مع السلامة.